قلنا ان في قوة حقيقية اكتر من المعرفة، مم. وهي تطبيق المعرفة. مم. عايزين بقى نطبقها عشان نبقى بنتعلم بشكل فعال. مم. عشان تطبق المعرفة اللي انت حصلتها كويس وتطبقها بشكل كويس، هتعدي على 5 مناطق. هتعدي على ايه؟ خمس 5 مناطق. مناطق. المعرفة لو عدت على ال5 مناطق دول من غير ما تتصادم معاهم، تقدر تطبقها. لو تصادمت ما بتطبقش. اعتبرهم 5 مناطق، لازم يبقى معاك ال5 مفاتيح بتوعهم، او ال5 جوازات السفر، 5 تأشيرات عشان تعدي من ال5 مناطق. تمام. الكلام ده مهم جدا. اول منطقة واتكلمنا عنها برضو قبل كده بزيادة الانتاجية وعن قوتها، وهنعيد الكلام تاني،